هيئتك وزمن التذكرة ممكن يكونوا سبب في إن الذهب اللي معاك يتجمرك. هي المشغولات عليها جمارك مش كانت السبائك بس؟ بعد انتهاء مبادرة إلغاء التعريفة الجمركية على الذهب خد بالك من كم نقطة مهمة. مبدئيا يا صديقي، الجمارك على الذهب على السبائك وبعض المشغولات انت وفرت فيها الشروط. وبشكل عام قيمة التعريفة الجمركية 10% من قيمة كل جرام زائد 14% ضريبة مشتريات. وتحسبها ازاي؟ لو انت مثلا معاك ذهب سعر الجرام فيه 3000 جنيه فاعمل حسابك انك هتدفع تقريبا 371 جنيه. 10% على كل جرام تعريفة جمركية و14% اجمالا ضريبة مشتريات. ده على السبائك بشكل عام. امتى المشغولات اللي معايا تتجمرك؟ المشغولات لو في الحد الطبيعي او في الوقت الطبيعي غالبا مش هتتجمرك. زمان كان في حد لنقل المشغولات، الحد ده اتلغى والامر بقى تقديري بحت. سيادتك لو مسافر لمدة 10 سنين ورجعت ببعض المشغولات كهدايا او لابسهم غالبا مش هتتجمرك لو هم في الحد العادل. اما حضرتك انت والمدام او العيلة اللي معاك سافرت دبي لمدة اسبوع ورجعت سيادتك لابس 2 كوليه و2 سلسلة و10 خواتم في ايدك و5 انسيالات واهلك بالمثل، فهنا هتتجمرك. علشان كده قلت لك هيئتك وزمن التذكرة ممكن يعرضوك للجمارك. الموضوع تقديري بحت يا صديقي. ونقطة مهمة، لو زوجة سيادتك والأولاد حبوا يقضوا معاك أجازة سعيدة وزوجة سيادتك لازم تمشي مدندشة بالذهب بتاعها، فلازم وهي مسافرة لحضرتك تتوجه إلى مأمور الجمارك وتطلب طلب إثبات للذهب اللي خارجة بيه لحين العودة. زوجة سيادتك والأولاد هيقضوا معاك أجازة سعيدة وحين العودة الذهب بتاعهم مثبت فمش هيتجمرك بشكل تام. النقطة المهمة في السبائك والمشغولات على حد سواء هي الإفصاح عما بحوزتك. سيادتك وانت راجع من السفر هتكون لابس ذهب أو في شنطتك ذهب، فلازم تفصح لمأمور الجمارك أو موظف الجمارك عن الذهب اللي بحوزتك. غالبا ممكن ما تتجمركش، لكن عدم الإفصاح هيعرضك للجمارك حتى لو شايل بطيخة. أتمنى أكون أفدتك وأشوفك على خير.